بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو غادي يكون على المظاهرات والاحتجاجات واللي راها نايضة ومنوضة العجاج في المخيمات ديال الدل والعار. متظاهرون بتندوفة المحتلة كيشبعوا الواحد المرتزق، وهو يسمى القائد العسكري بميليشيات الإرهابية. شبعوه الضرب، شدوه بغا باش يفهم عليهم، طيحوه الأرض وأعطوه له واحد الطريحة ما عمرو ينساها. لا زالت الاحتجاجات في مخيمات تندوفة المحتلة تأخذ منحى تصعيديا غير مسبوق، حيث قام متظاهرون باستهداف أحد القيادات المرتزقة للجبهة الإرهابية بعدما حاصروا سيارته وأشبعوه ضربا وركلا. الركول والبنيات والسقالي والبزاق، حتى البزاق بزقوا عليه. وقال منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات الدل والعار بتندوفة المحتلة المعروف باختصار فوسطين إلى المحتجزين والمحتجين بمخيمات الدل والعار دشنوا نهار اليوم الأربعاء عملية نوعية ضد ميليشيات الإرهابية وعصابة بوزبل استهدف مرتزق قائد يسمى الشرطة المرتزقة بمخيم العيون المحتل من طرف الجزائر وفرنسا وتحطيم سيارته. وأورد المنتدى أنه حسب القائمين على العملية فقد جاءت ردا أو للرد اعتبار الضحايا القيادة الفاسدة المرتزقة من الرجال والنساء، وبعد الاعتقال والتنكيل بالمتظاهرين قبالة مقر الكتيبة الخاصة للإرهابيين المرتزقة ببن بطوش الرخيص، موردا أن العملية الخاصة تمت بعد طول مراقبة وترصد للمستهدف. هذا كان مسود عليهم العيشة، كل يوم يسقل واحد، كل يوم يشد واحد يدخلوا لداخل يغتصبوه ويضربوه ويسجنوه وبداو يحضيوه، وحتى العيالات قال لك ما سلموش منه حتى العيالات والأطفال. وفي التالي نصبوا له واحد الفخ قدام هذاك المكتب نتاعو فين خدام، وحضاوه حتى خرج وهم يترموا عليه، شدوه كتفوه، يا ودي طيحوه الارض ما خلاوش فيه بلا من الضرب والركالي. واشار الى ان تنفيذ العمليه ياتي ضد هذا المسؤول بالذات باعتباره المسؤول الاول عن اختطاف والتنكيل بالصحراويين، وخاصه الشاب الصحراوي سالم سويد، والتعنيف اخته، عنف اخته يعني وما نعرف واش دار ليه كاع، ورميه في السجن الذهيبية منذ 37 يوم. دابا منين رماه في السجن ما حكموا عليه، ما سولوه، ما بحثوه، ما والو. وتعريضه للسوء التنكيل والتعذيب والمعاهمة. وأضاف فورستين أن العملية النوعية المذكورة تمت في ظرفية حساسة كتشهدها المخيمات ديال القياطن والعجاج، وأبانت عن علو كعب المحتجين. قال لك هذا المحتجين دابا ما بقاوش يعني كيخافوا من المرتزقه، ودي عندك لا والو، طيرها له شي واحد يمشي يهجم عليه، يشبعوا له السقالي الركالي ولا يعاوننا ويعاونكم. وابانت عن علو كعب المحتجين وضعف المنظومه الامنيه التابعه للمرتزقه، واثارت الرعب في صفوف قيادي العصابه الارهابيه الذين هربوا عائلتهم منذ ايام خارج المخيمات خوفا عليهم. هذه القيادات نتاع المرتزقه خافوا لا يكون هذا المحتجين هادو يشدوا العوائل نتاعهم وينكلوا بهم كما نكلوا، لان العين بالعين والسن بالسن والجرح قصاص. احنا غادي نعطيوكم هذاك الشيء اللي اعطيتوه لينا. وتعنيف النساء. ثم وافاد خارج المخيمات خوفا عليهم هربوا العوائل نتاعهم، لكن المحتجين يستهدفون المسؤولين عن قمع واختطاف وتعنيف النساء
وليس المدنيين. ويتوعدون كبار مسؤولين في جبهة المرتزقة في قادم الأيام، منهم على الخصوص مريم حمادي. وأفاد المصدر ذاته أن قيادة البوزبل حاولت اليوم تخفيف غضب المحتجين بإعلانها عن مبادرة ما يسمى المجلس الوطني باستجواب بعض المسؤولين المرتزقين في محاولة الهروب إلى الأمام وكسب الوقت للوصول إلى حلول مع المحتجين الرافضين لأي تهدئة من أي نوع ما لم يقتصوا من المسؤولين عن جرائم واعتداءات في حق نسائهم ورجالهم. قال لهم شوف، كل يوم تدوروا فينا فضيحة وتعيطوا علينا جيش لا يسامح لا يسامح. لا، هذه المرة هذه احنا خصنا القصاص. قلنا ونجرحوا قصاص كما قال الله سبحانه عز وجل، القصاص من المسؤولين اللي نكلوا بينا وبالعيالات نتاعنا وبولادنا. هذا هو. انت كل يوم تخرج عليا وتشب عليا ضرب وتقول لي الله يسامح، اجي نقعد معاك الشربوته ونديروا شي بس ما كان، ما تماش شي بس ما كان، تم القصاص. هذا هو المطلب نتاع المحتجين، والنار شعلة في المخيمات المحتلة، وهما طالبين بالإفراج عن الإخوان نتاعهم اللي خطفوهم القيادات المرتزقة ودخلوهم في السجن بدون حق. 37 يوم دابا والراجل في السجن ودا ما دار والو، وهما علاش ينكلوا بهم. وقال لك حتى انهم هجموا على المقر ديال بن بطوش ولقاو اللسان نتاعو خارج بحال واحد بوسكه، لقاوه في واحد الحاله مرعبه. شوف كيفاش، شوف هذا هو. شوف اللسان نتاعو خرج، ما نعرف واش شرب الكول ولا واش وقع للتصيلات البطوشيين. هنا الموضوع اخر، رابطة علماء المغرب الكبير، المغرب الكبير تدعو لحل النزاع بين المغرب والجزائر بالحوار والابتعاد عن هذه المناوشات. يا ودي شوف، منين يخرجوا علينا دابا في الامس واحنا كنتابعوا الاخبار، يخرجوا علينا الفلسطينيين يبداو يتهجموا علينا، راكم مطبعين وراكم مزمرين وراكم مطبلين. يا اخي قبل ما تتكلموا على المغرب علاش طبع مع اسرائيل، دوزوا واحد السؤال للجزائر علاش طبعوا مع ايران. هما جابوا لنا الميليشيات نتاع المرتزقه نتاع ايران والحزب الله، داروهم لنا في الحدود، بغيتوا نبقاو حنا ساكتين حتى دخلوا علينا. ها هي موريتانيا كتجيش الجيش نتاعها للحدود ومع الجزائر، نبقاو حنا حالين فمنا حتى تجيبوا لنا حتى. يا ودي شوف، حنا عايقين بكم، وقولوا لهذوك الناس اللي ما عايقينش بكم يديروا عقلهم، ما يبداوش يعايروا فينا. والفلسطينيين هما الاخسر، هما اللي غادي يخسروا، او الخاسر الكبير هما اللي كيطاولوا علينا ويتهجموا علينا، وحنا ما درنا لهم والو. اشنو درنا لهم؟ عاوناهم، والحسن الثاني وقف معاهم وقال لك الحسن الثاني هو مبروك علينا خويا. اذا كنا حنايا اللي درنا ديك الدوله نتاع الاسرائيليين في الشرق الاوسط، مبروك على الحسن الثاني وعلى المغاربه. قادرين حنا نديروا دول ونأسسوا دوله نتاع اليهود، واشنو بغينا؟ يلا يا ولد انتم اجروا عليهم اذا كنتوا رجال، ما تبقاوش حنا تلبقوا لنا الاتهامات بدون بطن. احنا المغاربه، الشعب المغربي مع القضيه الفلسطينيه ما نعرفش حلينا العينين تاعنا في الحياه. ما كانش شي بشر ولا شي شعب في العالم كيناصر القضيه الفلسطينيه قدنا احنا المغاربه. وعندنا الصندوق نتاع الفلسطين، وعندنا الاموال كتخرج من الجيوب نتاع المغاربه وتمشي للصندوق نتاع، ومع ذلك هذا الشيء ما شفع. والمظاهرات خرجت في المغرب بجميع المدن، ومع ذلك ما شفع فينا والو. احنا جينا في واحد الظرفيه درنا فيها كسميتو مع اليهود المغاربه، وانتم شايفين. والفلسطيني كيقول لك علاش زعما المغاربه في المسؤوليه الحساسه في اسرائيل. هذا وزير دفاع مغربي، وهذا وزير كنيس مغربي، ومبروك علينا خويا، مبروك. علاش حاسدين انتم المغاربه ما يتسلموش هذيك وقال لك هما اعنف من اليهود الاخرين على الفلسطينيين. احنا داك الشيء اللي ما شفنا والو، ماشي شغلنا بيناتكم. لكن القضيه الفلسطينيه حنا كننصروها ان كانوا ظالمين او مظلومين، وما يبقاوش هما يتحكموا علينا وصافي. هما اللي راهم يتعداو علينا، وهما اللي غيخسروا في التالي. حنا ملي كنسمعوا على الفلسطينيين في الصحراء، مع بن بطوش لعنه الله عليه، يقولوا له الطريق عند القدس كتمر عن طريق بن بطوش. هذا مازال غادي يديروا شي فايده،
ما يديروا حتى شي فايده مادام ان الغارق متعلق بالغارق، ما عمرهم غادي يخرجوا للبريه، غيبقاو تما غارقين في البحر الى قيام الساعه. فهنا العشرات نتاع المغاربه، شوف العشرات نتاع المغاربه خرجوا في المغرب، الجمعيات المغربيه وكيدعموا القضيه الفلسطينيه وضد التطبيع. ها هم عشرات من المغاربه. اشنو بغيتوا نوضوا حنايا وضد زياره هذو ما شفتوهاش انتم، ما شفتوهاش انتم، هذا ضد الزياره نتاع هذا الرئيس الكنيسة المغرب، ما شفتوهاش. شفتوا غير المغاربه طبعوا وديتوا تعطيو فينا كي سميتو المؤتمر العام للاحزاب العربيه. وهنا شوف نقاو علينا الطريق هذوك الجزائريين. المؤتمر العام للاحزاب العربيه كيندد بالدور التطبيع المغربي مع حنا كنقولوا لهذه الاحزاب العربيه كما كتوجهوا السهام نتاعكم لهذا التطبيع اللي طبعوا المغرب مع اليهود، ها هو اللي هما الجزائر طبعوا مع الايرانيين. علاش ما اجتمعتوش باش تنددوه بالتطبيع نتاع شكون اللي هدم سوريا؟ اسرائيل؟ لا. شكون اللي هدم لبنان؟ اسرائيل شويه، ولكن اغلبيه الفرس. شكون اللي هدم العراق؟ اسرائيل؟ لا. راكم عارفين. علاش ما تنددوش تجيو تخرجوا على القرارات تندنوا كي سميتو؟ وهنا كنلقاو انتو ها شو هاسي النساء الحركيات هذه كلهم جزائريات في صفوف القوات الفرنسيه، تبان الاستعمار الفرنسي في صورة حركيات جزائرية تثير نقاش كبير في داخل الجزائر. علاش زعما هذا النساء طوعوا في الجيش الفرنسي وكانوا يحاربوا جنب مع جنب ويقتلوا اخوتهم. ثم نجيو عند واحد المرتزق، واحد المعفن، واحد الشرموط بن الشرموطه الاخرى لعنه الله عليه. في هذه اللغه نتكلموا مع جد والديكم لانكم قال لك عاجل محاوله اغتيالات في صفوف الجيش المغربي وانشقاق وهروب البعض الجنود والضباط المغربي الى تندوفت. لعنه الله عليه، لعنه الله عليك يا المرتزق يا الشرموط ولد الشرموطه. الله يفصل اتصلتك على امك وباك ما تشوفهمش ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما شي حاجه اخرى ما عندنا ما نديروا. الانفصال والانشقاقات في ورينا سيدي شي اخبار في العالم، كاين شي قناه في العالم يعني نشرت شي اخبار نتاع مال هاد المرتزق هادو. خصو المغاربه يباليو به ويسكتوه كيما سكتوا الالاف نتاع الابواق المرتزقه. والحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.